السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله بحول الله غنشارك معكم واحد المملحة بخبز طورتية او خبز طاكوس سريعة التحضير، كتوجد في اخر اللحظات. بالنسبة هنايا المقادير، كنستعملو الدجاج اولا لا داند والبصلة شرائح. هذا خبز طورتية اللي استعملت. بالنسبة للدجاج مقطع هنايا طويل، والبصله ممكن تقطعها مربعات هي والدجاج اولا ستر ديال هذا ماشي مشكل، حسب الرغبه. انا قطعتهم هنايا طوال شرائح طوال. بالنسبه للعطريه كنضيف هنا واحد المعلقه ديال الشاورما ديال الدجاج كبيره. هنايا بصله جافه تقريبا معلقه صغيره عامره، هذه اختياريه ممكن تستغنى عليها الا ما كانتش ماشي مشكل. وهنايا خضره جافه حتى هي اختياريه ماشي ضروريه، ممكن تستعملوا غير الثومه محكوكه اولا بودره الثومه الا كانت واحد شويه. وبالنسبه للربيع اللي بغا يستعملو ممكن يستعملو، انا ما استعملتوش. هنايا راس معلقه ديال الابزار، وغادي نديرو الملحه حسب الذوق حسب الكميه اللي عندنا. درت انايا غير شويه الملحه حيت غادي نستعمل الموطارد مالح، ردوا البال معاه. المهم هنايا معلقه د الموطارد حتى هي اختياريه، الا ما كانتش ممكن تستغنى عليه. بالنسبه للعطريه ممكن تستعملوا غير الابزار شويه السكينجبير ومع مليحه والثومه كافيه. اللي ما متوفرش عنده العطريه، اللي متوفر عنده يستعمل العطريه مع الموطارد. هنايا غادي نضيف واحد شويه ديال زيت البلديه اولا زيت العود. بالنسبه للموطارد هنايا معلقه صغيره. صافي انا غنردهم يتشحروا تيطيبوا مزيان، وغادي نجيبوا خبز طورتيه اولا خبز طاكوس باش نوجدوه. هذه مولحه ديال اخر لحظات، كتكون الانسان كيكون خارج اولا مشغول ما بقالوش الوقت يدير هاد المملحه. كتوجد دغيا ساهله خفيفه ظريفه ما فيهاش قوه مقادير. صافي انا غادي نقطعها على النص، وغنقطع عاوتاني داك الانصاف نقطعهم على جوج، يعني غنقطع كل دائره على 4 باش نحصل على مثلثات باش نشكل بهم المملحه ديالنا. صافي هنايا حصلت على مثلثات. انا غادي نستعمل الفلفله مخلله والكورنيشون والخس. وهنايا درت الدقيق مع شويه الماء باش غادي نسدو المملحه ديالنا باش تجمع لنا. صافي ندوزو هنا ان شاء الله باش نعمرو المملحه. ناخذ واحد القطعه، ردوا البال بان المثلث يكون الحرف ديالو من التحت. صافي غادي ناخذ واحد الخس. هنا كاضافات ممكن ديروا مايونيز، ممكن ديروا كيتشوب، ممكن دهنوا بالجبن اولا الفرماج مثلث، او ممكن تستعملوا فرماج حمر اولا موتزاريلا. المهم الاضافات كتبقى حسب الرغبه. انا هنا اكتفيت بالخس ودرت هاد العماره ديال الدجاج مع البصله. وكاضافات غادي نزيد الفلفله اللي مخلله ديجا كانت عندي والكورنيشون. بالنسبه للفلفله المخلله راه غادي نشارك معكم الفيديو ان شاء الله، راه ساهله دغيا كتوجد ما كتاخذش بزاف د الوقت. وكما قلت لكم ممكن تستغنى على الفلفله ولا ممكن تشحروها مع الصدر ديال الدجاج والبصله، يا اما فلفله خضراء يا اما فلفله الوان. صافي هنايا كنجمع هاد القنت ديال المثلث هو الاول، وكنطوي عليه الطرف الاول وكنلصق بالفرص اللي صوبته مع الماء. نحاول نسدو مزيان وغادي نحط هذه في شي مقله. انا بالنسبه لي انا درتها في مقله ديال الضوء. ممكن تستعملوا في بانيني اولا ممكن تستعملوا في بوطه على البوطه مقله على النار تحمر واحد شويه تقلبوها من جوج جهات. هنايا غادي نكمل معكم بنفس الطريقه. ما ديروش بحال هنا انا راني قلبت المثلث. نورمالمون خاص العماره تكون في الجهه الاخرى، يعني الحرف ديال المثلث يكون من التحت هو اللي غادي تطوى الفوق. انا هنا راه غادي نقلبها دابا عطرتها بعد ما درت الدجاج والفلفله والكورنيشون. صافي انا غادي نقلبها باش نقادها معكم. صافي هنايا هذا الحرف اللي كيكون ديال المثلث الثاني غادي نجمعو الفوق بنفس الطريقه. ندير شي شويه ديال الفورس مع الماء ونتني عليه، وندير عاوتاني الفورس ونتني القنت الاخر بحال اللي كنصوب لواحد لونفلوب. هي ما كاملاش نص انفلوب. صافي وغادي نحطوها على الجهه اللي محلوله هي اللي غتكون لتحت باش تلصق لنا منين نطيبوها. غادي نكمل بنفس الطريقه. زيد معكم هذه الثانيه باش تفهموا الطريقه مزيان.
هنا بالنسبه للخس انا كنقسم داك الطريفات باش ما يجينيش طويل بزاف، باش نقدر نطوي المملحه ديالي بسهوله. صافي شويه ديال زيت الدجاج بالبصله نفس الطريقه، ونديرو الفله مخلله مع واحد شويه الكورنيشون ونطويو عاوتاني بنفس الطريقه. هذه اللي كتوجد دغيا، خصوصا درتها في مقله كبيره طيبتها في مره واحده دغيا وجدات ليا. حتى في البانيني راه كتوجد مزيان، في البانيني عاد بالعكس مزيان، حتى عندي بانيني صغير ما استعملتوش، غادي خصني نبقى ندير بشويه بشويه. درت في المقله وقلبتها على الجهه الاخرى. بالنسبه للبانيني غادي تسدو عليه واحد شويه، غادي يطيب جوج جهات في مره واحده دغيا غادي توجد. صافي ها هي الشكل الاخير. غادي نستفهم هنايا في المقله كاملين، وردوا البال البلاصه اللي محلوله اللي تنيناها ودرنا فيها الفرص هي اللي تكون من التحت باش ما تحلكمش ملي تكون كطيب. صافي هي هنايا مستفى كامله في المقله. غادي نخليها تشد اللون الذهبي واحد شويه، ما نكثروش الطياب ديالها بزاف، غير تحمر واحد شويه صافي ونقدموها بالصحه والراحه. كنتمنى هاد المملحه تعجبكم، كنتمنى تجربوها. ما تنساوناش من التعاليق ديالكم وملي جيم اللي ما مشتركش مرحبا به. والسلام عليكم، حتى فيديو جديد ان شاء الله بحول الله، وصفه جديده، والى اللقاء.